تعال اقول لك على كام تفصيله تعملها في اي حمام عندك. اول حاجه الحمام اللي عندنا ده عملنا له باب خشب محترم طبيعي، عملنا له شراع ازاز، ركبنا الاكره اللي موجوده في الفنادق، الاكره المدوره ديت حاجه جميله، بلاش الاكر التقليديه شكلها بيبقى بايخ. عملنا ورا الباب حاجه ستانلس كده، زي حته ستانلس تمنع الميه لو حد بيمسح الحمام ولا حاجه، ودي مهمه جدا لازم تعملها في اي حمام. عملنا وزره 4 سم في الحمامات، ما تعملش 2 سم، لا اعملها 4 سم تمنع لا قدر الله اي ميه موجوده. ما تنساش وانت بتعمل الحمام بتاعك ان كل الحمامات دلوقتي بقت كلها دفن، قاعده معلقه شكلها سيمبل، فوق القاعده بتحط لوحه او شكل جميل يدي اناره، بلاش الاناره الكتير قوي في الحمام، هي لمبه واحده موجهه على القاعده من فوق للوحه او الشكل اللي انت حاطه. شفاط بلت ان، عملنا شطاف، ناس كتير بتنساه، شطاف عباره عن شطاف سخن وبارد، وده بيطلب جدا، مهم جدا تعمل الشطاف السخن والبارد. عملنا الشباك هنا ألموتال، طبعا قطاع الشريف علي حسن، حاجه ممتازه. عملنا اناره بسيطه جدا وسيمبل، وركبنا سخان فوري، بلاش السخانات التقليديه، السخان الفوري ما بياخدش منك مساحه، بيحاول يحافظ على جمال المكان وشكله عامل ازاي زي ما انت شايف، شكله سيمبل وجميل جدا. المطبخ هنا صغير بس استغلينا المساحه بتاعته كويس جدا. اسسنا ليه لازم تكون عارف كويس قوي ان انت هتحط مثلا، لو انت حاطط الغساله جوه المطبخ، لو حاطط ايس ميكر، لو انت عايز مكنه تلج، لو انت عامل فلتر للميه، احنا هنا حطينا الفلتر جوه الوحدات ما حطيناهوش بره عشان مساحته وادى منظر جمالي. ركبنا رخام جالاكسي، حاجه تحفه جميله جدا. الخشب كله هنا معظمه فوم بورد، اكسسوارات كلها مستورده من ايطاليا وتركيا. وزعنا الاضاءه كويسه جدا، عملنا مكان للكولدير، عملنا مكنه اسبريسو، مكان ليها عملنا حسابنا ليها. اهم حاجه وانت بتعمل المطبخ بتاعك ده ما تنساش ان انت تحط طفايه حريق، وبالاضافه الى طفايه الحريق تجيب البطانيه بتاعه اللي هي ضد الحريق، لا قدر الله حد ما عرفش يفتح الطفايه، يبقى انت عندك البطانيه دي بتتفتح وتقفل عليها على المكان اللي فيه لا قدر الله حريق يقدر يقفله. عملنا هود للمطبخ، عملنا حاجة جميلة جدا هنا، عملنا الزرار ده علشان خاطر انت لو حد فاتح الموتور بينور، يبقى انت قاعد في الشقة بتاعتك عارف ان المية شغالة او مش شغالة، عشان لو حصل تسريب او اي حاجة تبقى انت عارف. وده في ناس كتير قوي بتهمل الزرار ده، بس الزرار ده بيفرق جامد جدا، اسمه زرار حماية، بيبقى متوصل بلمبة بيبان منها اذا كان لو مية اشتغلت في اي حتة في الشقة في تسريب ولا حاجة، تعرف ان الموتور شغال او ان في مية شغالة. شكرا.